لحد دلوقتي. وبعدين لقب اللي انت لقبي بجد والله اللي انت بتطالب ان يتسحب من الزمالك، ما تخلونا ساكتين. انا كان بجد يعني خلونا نسكت عشان يعني افضل للكل والله ان احنا نسكت يا جماعه. ده السنغال، يعني لو انت عايز بقى نتكلم بقى وتتكلم بالحق، ده السنغال خرجوا من الملعب ربع ساعه السنغال خرجت من الملعب اعتراضا على ضربه الجزاء، اتسحب منهم اللقب. انا اعرف فريق ما راحش الماتش اصلا وكافئوه ادوا له البطوله. اعرف فريق كده. والله بجد يعني ارجوك خلونا فعلا ساكتين. الفيديو ده هينسف موضوع المؤامره الكونيه اللي بيعيش فيها الزمالك. فيديو بعنوان يعني لو اي حد زملكاوي دايما يكلمك في موضوع المؤامره، فانت بس مش محتاج غير انك انت تبعت له الفيديو ده او تبعت له لينك الفيديو ده. النهارده هننسف المؤامره دي، بس محتاج من حضراتكم تدعموا الفيديو ده بلايك وكومنت وتعملوا شير علشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من اخواتنا الاهلاويه وكمان الزملكاويه. بس مبدئيا كده لو انت اول مره بتشوفني يا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وبتمنى الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من اخواتنا الاهلاويه. عايز اشوف عدد اخواتنا الاهلاويه، هشوفهم في اللايكات. ويلا بينا نشوف اول فيديو ونرجع تاني. لحد دلوقتي. وبعدين لقبي بجد والله اللي انت بتطالب ان يتسحب من الزمالك، ما تخلونا ساكتين. انا كان بجد يعني خلونا نسكت عشان يعني افضل للكل والله ان احنا نسكت يا جماعه. ده السنغال، يعني لو انت عايز بقى نتكلم بقى وتتكلم بالحق، ده السنغال خرجوا من الملعب ربع ساعه السنغال خرجت من الملعب اعتراضا على ضربه الجزاء، اتسحب منهم اللقب. انا اعرف فريق ما راحش الماتش اصلا وكافئوه ادوا له البطوله. اعرف فريق كده. والله بجد يعني ارجوك خلونا فعلا ساكتين. يعني الفيديو اللي انتوا شفتوه ده المذيعه على قناه نادي الزمالك، انا مش هقول اسمها لان هي لا تستحق ان انا اصلا اقول اسمها، واحنا في عياد بقى كل سنه وانتم طيبين، طالعه بترمي على النادي الاهلي وبتقول لقب ايه اللي انتوا عايزين تسحبوه. اتكلم على لقب السوبر الافريقي اللي المفروض الزمالك كان انسحب فيه. بتقول لك بما ان السنغال يعني خرجت ربع ساعه فاتسحب من اللقب. انا بعرف فريق خرج ما جاش اصلا المباراه، انا بعرف فريق اصلا ما جاش المباراه. تدليس بكل ما تعنيه الكلمه. طب ما نيجي نرجع كده، ما تيجي نرجع ونتكلم هو ليه اصلا الاهلي ما راحش المباراه دي. اولا المباراه دي كانت مباراه المفروض ان هي مباراه من ضمن المراحل الفاصله في عمر الدوري. يعني مباراه النتيجه بتاعتها هتحدد بنسبه كبيره مين اللي ممكن يبقى بطل الدوري. طيب دي حاجه تانية. المفروض ان انا دلوقتي طالب حكام اجانب، المفروض ان انا كنادي اهلي طالب حكام اجانب، لان دي مباراتي، او حتى لو ما كانتش مباراتي لكن انا طالب حكام اجانب. الحكام بالمناسبه اللي انتوا طول الوقت كزملكاويه عايشين في المؤامره ودايما بتشتكوا منهم ودايما بتقولوا الاهلي بيستفيد من التحكيم المصري. طب بالعقل برضه وبنفس المنطق اللي انتوا بتتكلموا فيه، لو الاهلي بيستفيد من التحكيم المصري هيجي قدامك انت، وهو المفروض يعني بيستفيد على حد كلامك، هيجي في مباراتك انت او مباراه بيراميدز ويطلب حكام اجانب، في حين ان انت في نفس الوقت اتمسكت بالحكم المصري اللي انت طول الوقت بتشتكي منه. هل ده كلام منطقي؟ هل ده كلام يدخل العقل؟ ولكن الناس دي عارفين ان هم بيتكلموا وفي ناس هتمشي وراهم من غير ما يراجعوا وراهم. يعني هم عارفين ان هم هيتكلموا وفي ناس خلاص الناس دي ماشيه في نفس الطريق وفي نفس السكه بقى من غير ما يراجعوا ومن غير ما يعرفوا اذا كان الكلام ده صح ولا مش صح. فالناس دي بجد ربنا يعينها، الناس دي بجد ربنا يعينهم على حالهم. ولما الاهلي في الاخر فضلوا يمطلوا معاه ويمطوحوا فيه وفي حكام اجانب ولا ده في حكام عرب ولا مش عارف ايه، وفي الاخر المسرحيه كانت مسرحيه 100 100 زي ما بيقولوا، مسرحيه فعلا 100 100. فريق دخل ارض الملعب، فريق ما جاش اعتراضا على ان هو كان طالب تحكيم، احتراما بقى للنزاهه ليا وليك، النزاهه اللي انت اصلا مش بتدور عليها، النزاهه اللي انت دايما بتشكك في الحكام المصريين، ورغما عن ذلك قلت لا انا عايز الحكام المصريين عشان الحكام دول حلوين وبسكر وبسمسم. فادي حته بس ايه من المظلوميه اللي هم عايشين فيها. تعال نشوف الفيديو اللي بعده، وما تنساش اللايك وتعمل شير وتحط كومنت، عايزين نشوف اكبر عدد من اخواتنا الاهلاويه على الفيديو ده. بيراميدز البطل، العداله بيراميدز البطل. لكن لو الكلام ده كويس قوي. ليه بقى اللي انا هقوله بقى؟ لو سمحت انا عايز اخد دقيقه اتكلم. اتفضل. نادي بيراميدز نجح نجاح كبير جدا ان يبقى عنده جماهير. اللي بيقول لك ان نادي بيراميدز ما عندوش جماهير ده لا، انا اسف اللي انا قلت قبل كده. استطاع نادي بيراميدز ان يستقطب عدد كبير من جماهير الزمالك، واعلام الزمالك بقى داعم جدا لنادي بيراميدز، وبالتالي ما نراه
من دعم ومسانده لبيراميدز يستحقها من جمهور نادي الزمالك ومن بعض اعلاميين نادي الزمالك. قمه البجاحه ان انت تشوف المتحدث الرسمي السابق لنادي الزمالك اللي كان طلع قبل كده وقال في هاوس كلاب او حاجه زي كده، يعني قال لك ان الزمالك دايما بيدعي المظلوميه علشان ياخد اكتر من حق. المفروض التصريحات دي تتبروز، لان التصريحات دي هي تصريحات تاريخيه، تصريحات تقدر تجيبها كده وترد بيها على اي حد زملكاوي يعني ماشي من غير ما يشغل دماغه، هو بيسمع بس الكلام اللي بيتقال او بيسمع المظلوميه اللي هم عايشين فيها وبيمشي وراها من غير، وبيتقال له كلام فبيردده خلاص من غير ما يتاكد من الكلام اذا كان صح ولا كان غلط. فايهاب الخطيب نهى الكلام، قال ان بيراميدز مش ما عندوش مشجعين. بيراميدز بقى فعلا عنده مشجعين، بدليل ان المتحدث الرسمي السابق لنادي الزمالك بقى بيقول ان بيراميدز احق الدوري اللي بالمناسبه انت ما رضيتش بالقرار هنا، قرار اتحاد الكوره وقرار الرابطه ان الاهلي هو البطل، فرحت عملت طعن في كاس تقريبا واقروا ان الاهلي بطل الدوري برضه. هتلاقي كتير جدا من الزملكاوي نفس عقليه عمرو الدجيل، هم بيدافعوا عن بيراميدز. ليه؟ لان هم شايفين ان بيراميدز بيعمل اللي هم ما قدروش يعملوه. دي الخلاصه ودي النهايه. نشوف اللي بعده، وما تنسوش اللايك، عايزين نشوف اكبر عدد من اخواتنا الاهلاويه على الفيديو ده بيعملوا لايك وبيعملوا اشتراك في القناه علشان مش هنوصل غير بيكم. كابتن اكرام الرديني قال بقول لك قارن بين بزيرة وزيزو وده حقهم. يعني انا هفاجئك عبد الله بارقام، يعني هو زيزو لعب حوالي 21 مباراه عبد الله، في اجمالي المباريات والدقائق عبد الله في حدود 17 مباراه. ايه اللي عمله زيزو؟ جاب 4 تجوان وعمل اسيست 7، يعني 11 مساهمه تهديفيه. زيزو في 17 مباراه، هي 21 مباراه بس بعدد الدقائق 17. طب ايه المعدل عبد الله؟ هدف او مساهمه في كل 140 دقيقه. طيب خلاص ده زيزو. يبقى هدف او مساهمه في كل 140 دقيقه. تعال نيجي على بزيرة، جاب 6 جوان وعمل 9 مساهمات بس لعب 28 مباراه، في يعني اجمالي عبد الله الاهداف هدف او مساهمه كل 145 دقيقه. اذا الارقام متقاربه وان كانت في صالح زيزو. رغم التيم وورك والنجوم والاصابه والغيابات بتاعت زيزو، يبقى زيزو رقم مهم في النادي الاهلي يا عبد الله، اللي هو مساهم في 11 مساهمه في 17 مباراه. انت متخيل؟ كابتن اكرام الرديني قال بالارقام، والارقام لما نيجي نتكلم على الارقام فدي ما فيهاش اي فتوى. لما نيجي نتكلم في الارقام فالارقام بتتكلم عن نفسها. قال لك ان زيزو لعب ما يقارب من كام؟ من 17 مباراه، في حين ان بزيرة لعب كام؟ 28 مباراه. مساهمات احمد سيد زيزو تقريبا هي نفس مساهمات بزيرة في 28 مباراه. علشان بس الناس اللي بتقارن بتقول لك احنا الحمد لله انه مشي، والحمد لله احنا لو هو ما مشيش ما كناش شفنا بزيرة، كناش شفنا مش عارف مين. فالارقام مش بتكذب، وانا خلي بالك احمد سيد زيزو ما جابش اصلا نص مستواه مع الزمالك. انا بقول لك ان احمد سيد زيزو لحد دلوقتي ما جابش نص مستواه مع الزمالك، ولكن الارقام هنا في صالح مين؟ في صالح زيزو. ادي برضو حاجه من ضمن الحاجات اللي هما بيتكلموا فيها، اللي هو ان بزيرة افضل من زيزو من اي اتجاه. انا مش عارف المساهمات التهديفيه هنا كام وهنا كام. المساهمات التهديفيه سواء من حيث الاهداف او صناعه الاهداف فهي متقاربه، ولكن مع فرق انه بزيرة لعب 28 مباراه واحمد سيد زيزو لعب ما يقارب 17 مباراه. يعني انت بتتكلم فرق 11 مباراه، والفرق هنا واضح جدا لمين؟ لزيزو. يلا نشوف الفيديو اللي بعده ونرجع تاني. الراجل المناسب في المكان المناسب. ما فيش احسن من كابتن سيد عبد الحفيظ اللي يمسك ملف زي ده، وهو فعلا مسكه يعني، وده التصحيح اللي بنقول عليه. كابتن سيد عبد الحفيظ كان من انجح مدير الكوره في النادي الاهلي، والناس بتحبه والناس بتقدره في النادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي شايف فيه عبد الله كل حاجه حلوه يعني. فوجوده كعضو مجلس اداره من لسه ما اسعفوش لسه الوقت، لان كل القصه عبد الله من 4 شهور. انت عارف القرارات اللي في الانديه الكبيره بتاخد وقت. فانا بحب كابتن سيد عبد الحفيظ على المستوى الشخصي، وليه معزه عندي عبد الله لا تتخيلها. الراجل ده انا بحبه جدا، بحبه لحبه للنادي الاهلي، بحب كابتن سيد عبد الحفيظ لحبه لجماهير النادي الاهلي، بحب كابتن سيد عبد الحفيظ لانه هو المدافع الاول عن النادي الاهلي عن حق، بحب كابتن سيد عبد الحفيظ لانه يعرف الدهاليز والكواليس بين اللاعبين، بحب كابتن سيد عبد الحفيظ لانه حاطط النادي الاهلي دايما فوق، ما بيركبش دايما لعيب عليه، بحب كابتن سيد عبد الحفيظ لانه راجل مخلص بيدي العقوبات المناسبه، بيديك انت كنجم نجوميتك، ولكن ان اخطات في حق النادي الاهلي بتعرف ان النادي الاهلي هو النجم، وده كابتن سيد عبد الحفيظ. بحبه من كل قلبي لان الراجل ده عبد الله
مخلص، وجه الوقت اللي احنا نديله حقه في عضو مجلس اداره، ومفيش اكفأ منه اللي هو يقود ثوره التصحيح في النادي الاهلي، في فريق السكاوتنج وفريق التعاقدات وفريق الكوره ونجيب احنا مدير رياضي على ايد كابتن سيد حفيظ نظيف اليد. نعم. ذكي، مخلص. انت عايز ايه تاني؟ واهلاوي. اهلاوي قيمة كبيرة أهلاوي. زي الحافظ. انا بحبه حب لا تتخيله. طيب كابتن سيد عبد الحفيظ والاستاذ ياسين منصور هياخدوا قرارات. القرارات دي انا بالنسبه لي كاهلاوي شايف ان القرارات دي اتاخرت جدا. ان المفروض ان كابتن سيد عبد الحفيظ من اول يوم دخل فيه النادي الاهلي كاداره كان مسك ملف الكوره، لو كان مسك ملف الكوره او كنا شفنا حاجات غير اللي احنا شفناه. ولكن رب ضارة نافعة. ربما كان لازم يحصل شويه التخبط اللي احنا شفناهم دول علشان ما يبقاش فيه فرد بعينه موجود في النادي الاهلي، مع كامل احترامي ليه كابتن محمود الخطيب. ولكن ما ينفعش ان فرد في عينه في النادي الاهلي هو اللي يكون متسيد القرار، هو اللي يكون متفرد بالقرار. لازم نجيب اصحاب الكفاءات وليس المحبين، الناس اللي بنحبهم. ما ينفعش نجيب اهل الثقه على اهل الكفاءه. اهل الكفاءه دايما هم اللي كفتهم لازم تكون ارجح. ده بمنتهى البساطه. ان شاء الله الفتره الجايه هنشوف يعني شغل محترم جدا باذن الله. بنتمنى التوفيق ان شاء الله. بس الاول في مباراه عنق الزجاجه مع الترجي يوم السبت الساعه 9. يلا نشوف الفيديو اللي بعده ونرجع تاني. جاب كل الخلاصه. خرج فريق الزمالك من كأس مصر. يقول لك خرج بسبب الضغوطات الكبيرة والمباريات العديدة، ومن حق الجمهور الزملكاوي أن يطرح سؤال: ما هي الأسباب لخروج هذا الفريق، أو كذلك الضغط الكبير على هذا الفريق؟ يجب يكون في مراعاة لفريق الزمالك. طبعا شفنا البيان من نادي الزمالك اتجاه الحكم محمود بسيوني. شفنا بيان طبعا صادر من إدارة الزمالك تجاه الحكم اللي أدار مباراة الزمالك مع سيراميكا في كأس مصر. خرج الزمالك فخرجت المظلوميات. وهنرجع بقى للمعلق السبب والتحكيم السبب، قصة كبيرة يعني عشان خرج يعني، والمباريات والقصة يعني. ما الاهلي كان مضغوط في المباريات، ما حدش كان بيرحمه. بس ماشي، خلينا في بيان محمود بسيوني، وده انا هتكلم فيه عبد الله في شقين. بص عبد الله، انا ما شفتش في حياتي الزمالك ولا بيراميدز طلبوا حكام اجانب في ماتش الاهلي. دي رقم واحد عبد الله. هم ليه ما بيطلبوش حكام اجانب عبد الله؟ مش عارف. فده دليل ان القصة مش تحكيم عبد الله. وبص انا هكلمك في كذا نقطه. اول نقطه عبد الله، اللي انا عمري ما شفت الزمالك وبيراميدز بيتكلموا في تحكيم اجنبي مع النادي الاهلي. تاني نقطه، الناس بتنسى لسه تصريح معتز البطاوي اللي هو المدير التنفيذي المشرف على الكوره في سيراميكا كليوباترا، اللي كان بيقول لك يا عبد الله انا ما شفتش حكم، ما فيش حد معروف عنه ان امين. نكايه يعني عن حكم اللي طرد لاعب في مباراه بيراميدز وسيراميكا كليوباترا. فدي عبد الله يعني مش الزمالك بس، الدنيا كلها اخطاء تحكيميه. معتز البطاوي نفسه هو عبد الله بيقول لك نكايه عن محمد معروف الحكم اللي طرد لاعب في سيراميكا. ثالث حاجه عبد الله بقى، وهي نقطه، انا هنرجع لتصريح عمرو الدرديري وكان رئيس المنظومه الاعلاميه في الزمالك: احنا بنعمل نفسنا مصدومين عشان ناخده اكتر من حقنا. دي حاجات تاريخيه عبد الله ما حدش بينسيها. من كام يوم طلع علينا الصباحي الحكم الدولي المشهور اللي اعتزل وقال لك انا ظلمت الاهلي في بلنتين في ماتش انبي. هل دي كلها عبد الله يعني التحكيم رايح جاي عبد الله سواء لاهلي ولا زمالك؟ مش معقول انت كزمالك تعمل بيان على حكم. الغريب بقى النقطه الثانيه اللي انا هروح لها، محمود بسيوني نفسه اللي الزمالك اتمسك بيه في مباراه العام السابق اللي فات في مباراه الاهلي والزمالك، اللي الاهلي ما راحش عشان التحكيم مش اجنبي. مش هو ده محمود بسيوني؟ محمود بسيوني نفسه اللي اتصور بخلفيه لما الاهلي ما راحش الماتش، اتصور بخلفيه وجمهور الزمالك وراه. محمود بسيوني نفسه اللي ميدو طلع قال لك انا عمري ما وافق على التحكيم المصري وي في نفس اليوم بتاع ماتش الاهلي والزمالك السنه اللي فاتت سبب الازمه الكبيره في الدوري المصري. ميدو قال لك احنا عايزين تحكيم اجنبي لما كان مسؤول. لا تحكيم مصري، وتمسكوا بمحمود بسيوني. هو محمود بسيوني قبل غير محمود بسيوني بعد، ولا انت عشان خرجت من الكاس؟ هنا هنرجع لحاجه عبد الله بقى، ودي مشكله المسؤولين في نادي الزمالك، القاء المسؤوليه على الحكم، الرئيس السابق على العفاريت
والحاجات اللي هي بتتعمل اعمال والكلام من ده، وكان بيجيب شيخ في قلب الباص في قلب الاتوبيس. دول جمال عبد الحميد لما قال لك المعلق السبب، هي دي قصه الزمالك. لكن هم بيعترفوا بخطأهم؟ لا. بيعترفوا بقوه سيراميكا كليوباترا؟ لا. سيراميكا كليوباترا فاز واستحق الصعود، لكن قال لك الماتش بدون جمهور، ما هو على الكل. الماتش متتالي، ما عادي، ما الاهلي كان بيحصل له ماتشات متتاليه. الاهلي نفسه لاعب 7 ماتشات في 23 يوم، انت لعبت 8 ماتشات في 23 يوم عشان عندك كاس. الاهلي نفسه سافر سفريتين يا عبد الله، الجزائر وتنزانيا. الزمالك سافر سفريه واحده لزيسكو. فالكلام ده يا جماعه انتوا مين يخرج هذا الكلام؟ هي دي عقيده عندهم عبد الله، موروثات. في ناس بتبقى موروثاتها اللعب الاخر دقيقه، زي النادي الاهلي نقول لك روح الفانيلا الحمراء، اهلي ال90 نجيب في الدقيقه، ما تنتظرش الاهلي، اوعى تامن للاهلي غير في اوضه اللبس. دي جينات انت بتربي عليها، هم بيربوا على الاعذار عبد الله. طيب الكابتن اكرام الريديني جاب كل الخلاصه، جاب الكلام اللي ممكن اي حد يعني عاقل لو فكر فيه بس كده يعني هيقوله. فعلا لما انت يعني انت دلوقتي نادي متضرر من التحكيم، انت نادي طول الوقت بتشتكي من التحكيم، انت نادي دايما بتقول انا التحكيم بيظلمني والتحكيم بيعمل والتحكيم بيرهبني والتحكيم بيعمل ويعمل وانا كل حاجه ضدي. النادي انا بعرف النادي اللي بيتظلم من التحكيم بيرفض. يعني انت دلوقتي انا مثلا الحكم الفلاني بيظلمني، الحكم العلاني بيظلمني، ودايما بتشتكي من التحكيم المصري. طب هل من المنطق لما اجي انا اطلب حكم مصري، لما اجي اطلب حكم اجنبي ليا وليك وبطالب بالعداله والنزاهه التحكيميه، فسيادتك تطلع تقول لي لا انا متمسك بالحكم المصري؟ انت بتضحك على مين؟ لا بجد انت بتضحك على مين؟ يعني منين الحكم المصري بيظلمك، ومنين لما اجي انا اطلب حكم اجنبي فتقول لا انا هلعب من المصري؟ عايزين بس حد يرد علينا، عايزين حد عاقل يرد بالمنطق، ما يردش بالجعجع وعلو الصوت وخلاص. لما اجي اطلب حكم اجنبي فالمفروض انت كحد بتقول انا بتظلم من الحكم المصري فتسعى انت انك انت تجيب حكم اجنبي. ليه؟ علشان تخلص من الحكام الوحشين اللي بيظلموك، الحكام الوحشين اللي بياخدوا منك البطولات وبيدوها للاهلي. ده بمنتهى البساطه. لكن انها المظلوميه لازم طول الوقت زي ما قال عمرو الدرديري، احنا بندعي المظلوميه عشان ناخد اكتر من حقنا، وان احنا ما بنتظلمش ولا حاجه. والله العظيم تصريحات تتحط تتبروز، تصريحات اي واحد زملكاوي يقول لك كاني ولا ماني ولا يقول لك تحكيم، اديله التصريحات دي في وشه على طول. ناس تقول لك انا مش عايز التحكيم المصري وفي نفس الوقت بيدعموه، ناس لما انت تيجي تطلب حكم اجنبي يقول لك لا انا عايز المصري. طب ما انت طول الوقت بتصرخ منه، ازاي عايزه وانت طول الوقت بتصرخ منه؟ ولا هو بيعمل لك اللي انت عايزه بس انت لازم تطلع تشكك علشان تاخد اكتر من حقك، علشان دايما يتقال عليك انك انت مظلوم، علشان لما تطلع تتكلم مع جماهيرك عن المظلوميه يصدقوك. ما هي ملهاش تفسير تاني، هي ملهاش اي تفسير تاني. دي الخلاصه، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. ولو انت اهلاوي حط لايك للفيديو واعمل اشتراك، واستنى كل الفيديوهات الجديده اللي هتكون ضربه نار. واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.